لو عندك لبن قطع اوعي ترميه، هنعمل بيه احلى قراقيش. تمام، هناخد منه هنصفيه في مصفى بعد ما يقطع، وناخد منه الحتت المجبنه اللي فيه هنعملها جبنه. لو عايزين الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات. وبعد كده هناخد بقى الشرش اللي هينزل، وده اللي هنعمل بيه القراقيش بتاعتنا. يعني مش هنضيف لبن ولا اي حاجه، هنضيف اللبن القاطع بتاعنا. تمام. تمام. انا هنا معايا كيلو دقيق، واحط عليه كمان معلقتين خميره كبار مش مليانين قوي. تمام. وهحط كمان معلقه بيكنج باودر صغيره، وهحط معلقتين سكر كبار، وهحط رشه الملح. وهنبدا نضيف كل المواد الجافه دي كلها مع بعضها. وبعد كده نضيف المواد السائله. السمن اللي معايا انا هنا معايا كوبايه ونص سمنه على زيت. لو انت عايزه القراقيش بتاعتك ناعمه قوي يبقى هتحطي كوبايتين سمنه. لو انت عايزه القراقيش مقرمشه بس مش مقرمشه قوي، لو مش عايزه القراقيش مقرمشه قوي هنقولنا هتحطي كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه زيت. لو عايزاها زي ما انا عملتها كده قراقيش مقرمشه علشان تعمليها في الشاي تاكليها بالشاي، يبقى زي ما قلتلك هتحطي كوبايه ونص سمنه على زيت. تمام. هتحطي بقى كوبايه سمنه وبعدين تحطي نص زيت او ربع زيت بس. انا حطيت ربع زيت وكوبايه وربع سمنه. تمام كده، يبقى انا حطيت كوبايه وربع سمنه على ربع كوبايه زيت. وزي ما قلتلك لو انت عايزاها قراقيش ناعمه هتحطي كوبايتين سمنه. لو انت عايزاها قراقيش يعني فيها قرشه كده يبقى هتحطي كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه زيت. لو انت عايزاها زي ما انا عاملاها قراقيش مقرمشه جدا يبقى هتحطي كوبايه وربع سمنه وربع كوبايه زيت. تمام. تمام. هتنكهي القراقيش بتاعتك باي حاجه انت عايزاها، باي مواد عطريه انت عايزاها. ممكن تحطي سمسم، ممكن تحطي، دايما بنسى اسمه، ممكن تحطي محلب وخميره، اي حاجه. بس انا هنا النهارده ما حطيتش اي مواد عطريه خالص، فقلت ان انا هعملها بالفانيليا بس. تمام. حطيت كيس فانيليا. يبقى كل المقادير اللي معايا كيلو دقيق مع كوبايتين كبار معلقتين كبار خميره فوريه، معاهم كمان معلقتين سكر كبار، معاهم رشه ملح، معاهم معلقه بيكنج باودر صغيره، معاهم كمان كيس فانيليا. وهنا معايا كوبايه سمنه انا سيحتها على النار وسبتها لما بردت، يعني ما حطيتهاش سخنه، عبال لما دخلت الدقيق وكده كانت هي بردت. وحطيت كمان ربع سمنه كمان وربع زيت، يعني المقدار كله كوبايه ونص. تقدري تحطيهم كلهم سمنه لو انت مش عايزه زيت خالص. تطلع معاكي القراقيش برضو ناعمه سيكه، مش هتبقى ناعمه قوي. كده احنا حطينا كل المقادير. هنبدا بقى ايه نشغل العجان. احط بقى العجان وهشغل على السرعه كده ايه الهاديه، مش هشغل على سرعه عاليه قوي، يعني لغايه ما يتبس الدقيق بالسمنه ويتغلف كل الدقيق بالسمنه كويس قوي. والخطوه دي تقدري تعمليها على ايديكي، سهله برضو مش بتاخد وقت، بس انا هعملها في العجين. تمام. تمام. يعني لو انت عندك عجين هتريحي نفسك طبعا وهتعملي في العجين. طيب انا ما عنديش عجين، اوكي، احنا هنشتغل عادي على ايدينا، والعجينه هتطلع معانا برضو زي الفل، وهيطلع معانا القراقيش ممتازه. انا هنا كده خلاص حطيت بسيت كل الدقيق بالسمنه زي ما انتوا شايفين كده، عامل زي حبيبات الرمل. شايفين لما بحطها لما بمسكها كده بتمسك معايا بتتشكل، وبعد كده بترجع تاني، بس هي مش ناعمه قوي ومش ناعمه اصلا، يعني علشان انا حاطه السمن قليل. تمام. تمام. خلاص بقى انا كده بقى ايه بقلب بقى عشان اتاكد ان مفيش اي دقيق خالص تحت. وبعد كده هنبدا نحط ايه اللي هو اللبن القطع بتاعنا بعد ما شلنا منه الماده المجبنه اللي فيه. احنا هناخد بقى اللي هي زي الميه اللي فيه كده، بس هي اللي هنعجن بيها القراقيش. حطيت هنا بقى انا قد ايه، حطيت هنا حوالي كوبايه ونص من اللبن القاطع بتاعي، لغايه ما ادتني عجينه طريه مش مفروله. تمام. بس ما تزوديش قوي في الميه عشان ما ينشفش منك. تمام. هو كل ما هتديله هيشرب الميه او الماده السائله هيشربها. انت تقدري بقى لو ما عندكيش اللبن القاطع دون، وانت ممكن تحطي
لبن رايب، او ممكن تحطي زبادي، او ممكن تحطي حليب، او ممكن تحطي لو انت ما عندكيش ده او ده او ده ممكن تحطي ميه وبس، ومن حنفيه كمان، مش دافيه كمان يعني، عشان الجو حر دلوقتي فعايزي ميه ميه من الحنفيه. ولكن لو كان الجو ساقع يبقى ميه لازم تكون دافيه. تمام كده تمام. احنا بقى حطيناها وغطيناها وسبناها لما اختمرت، يعني ما اختمرتش قوي، يعني سبتها كده ريحتها حوالي نص ساعه، وبعد كده ان انا هبدا ان انا اشكل فيها. تمام تمام. اوحش حاجه بقى في الموضوع يا جماعه اللي حصل معايا، يعني المشكله اللي حصلت معايا ان انا اصلا ما كنتش بشغل فرن البوتاجاز خالص، يعني انا ما كنتش بحب استعملها كتير. ولكن فرن الكهرباء عندي يعني بايظ وفي مشكله وعايز يتصلح، فانا اضطريت ان انا استعمل فرن البوتاجاز، فكان ضايقتني بصراحه، وحسيت ان هي نشفت معايا الرقيش شويه، عشان هي الفرن عندي عالي قوي، وحتى لو وطيت شويه فبتبقى واطيه قوي فبموصل الحاجه، فمتظبطش معايا خالص يعني. آه، تمام. وخصوصا يعني الحاجات اللي هي النواعم او القراقيش او الحاجات اللي زي كده. بس فان شاء الله اصلح فرن الكهرباء وارجع اشتغل فيه تاني، علشان بحس ان انا بستريح اكتر مع الفرن الكهرباء. بس كده زي ما انتم شايفين بقى، انا لفيت كده، خدت قطعه كده لفيتها كرول، وبعد كده رجعت تاني فردتها، وبعد كده هسويها واقطعها. طبعا لو انت وصلتي معايا لغايه هنا في الفيديو يبقى اكيد الفيديو عجبك او استفدتي منه باي حاجه. يبقى متنسيش اللايك وما تنسيش الكومنت الحلو بتاعك، وتشاري الفيديو على قد ما تقدري. ولو انت لسه جديده معايا في القناه ولسه اول مره بتشوفيني، يبقى اقولك نورتيني وشرفتيني ووجودك على راسي من فوق. حطي اللايك الحلو بتاعك واكتبي كومنت جميل عشان انزل ارحب بيكي، واقولك احنا اسعدنا بوجودك معانا. زي ما انتوا شايفين كده انا بقطعها داير ما يدور كلها لغايه لما اسويها، وبعد كده ابدا اعملها. انت بتتحكمي في الطول والعرض بتاع القرقوشه بتاعتك، ممكن تعمليها رفيعه، ممكن تعمليها يعني اكبر من كده. طيب لو انا عايزاها بقى اعرض من كده، يعني قصدي السمك بتاعها اعلى من كده، هتخليها يعني اعلى من كده سيكه. تمام. هي لسه هتعلى لما نسيبها تختمر تاني، احنا بعد ما نشكلها هنسيبها تختمر. وطبعا هتسوي على درجة حرارة 250 فوق فرن كهرباء او فرن غاز. في فرن الغاز حطي صينية فيها مية في قاع الفرن، يعني على الصاجة، وحطي القراقيش في الرف اللي في النص. طبعا لو كان الفرن بتاعك بقى كويس وانتي متعودة عليه وعارفة هو بيشتغل ازاي طبعا اكيد. تمام. بس كده انا مسحت بقى الصينيه كده مسحه زيت بسيطه، وابتديت ان انا ارص فيها القراقيش زي ما انت شايفه. انا بوريك السمك بتاعها قد ايه، هو السمك ده المناسب والمعقول للقراقيش اللي احنا عايزينها. احنا عايزين يا جماعه قراقيش نشرب بيها الشاي الصبح، الاولاد او هم رايحين المدارس كده تعمل لهم شاي بلبن او لبن وياكلوا بيها قبل ما ينزلوا يفطروا، يعني يغيروا ريقهم. ما تنزلهمش طبعا من غير فطار، وخصوصا بقى ان بعد كده هيبقى جاي علينا شتا والحاجات دي تبقى حلوه قوي. بس كده بصوا هنا بقى بعد ما اختمرت انا خلاص، انا خلصت كل الكميه وشكلتها وحطيتها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده طلعتها واحطها في الفرن على درجه حراره 250. هتطلع زي ما هتشوفوها دلوقتي زي العسل، ولكن هي نشفت سيكه، بس ده من الفرن الغاز. ضايقني بصراحه وانا مش بحب اسوي فيه، مش بيديني اللون اللي انا عايزاه. بس كده زي ما انتم شايفين طلعت زي الفل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا عايزة اقول لكم ان شاء الله فيديو المشتريات بتاع كل اسبوع هنزله لكم كل اسبوع باذن الله، وهينزل كمان معاه المنيو بتاع الاسبوع انا عملت ايه وهطبخ ايه بالظبط، علشان تاخدوا افكار من المنيو بتاع الاسبوع. ولو عايزه كمان ميزانيه اقتصاديه عن كده للاسبوع للاكل والخضروات، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم ميزانيه اقل من كده كمان. قولي لي الميزانيه اللي انت عايزاها قد ايه وانا هقول لك تعملي ايه بالظبط. تمام تمام. وايه كمان وبس.